انا عندي مشكله، وانت دلوقتي يمكن بتواجه مشكله في شغلك او في دراستك او حتى في حياتك الشخصيه. يمكن اول ما تسمع كلمه مشكله بيجي في بالك مشكله كبيره زي ازمه اقتصاديه او مشكله ضخمه في شركه، لكن الحقيقه ان حياتنا كلها سلسله من المشكلات الصغيره والكبيره، ومطلوب انك تحلها. والفرق بين شخص ناجح وشخص عادي مش انه ما عندوش مشكلات، لكنه بيعرف يتعامل مع المشكلات بذكاء. انا دكتور محمد عثمان، وده ميتنج جديد عن مهاره حل المشكلات. النهارده هنتكلم عن واحدة من أهم المهارات اللي بنحتاجها يوميا، وبتميز أي إنسان ناجح، سواء كان قائد أو موظف، أب، رائد أعمال، أو حتى طالب في بداية حياته. دي مهارة لو اتدربت عليها هتفرق في مستقبلك كله. اللي بيتعلم يحل مشكلات بيفقد خوفه من التغيير، بيبقى عنده ثقة يواجه أي موقف. الشركات نفسها بتدور على النوع ده لأنه بيوفر وقت وفلوس وبيفتح فرص جديدة، وهم دول اللي بيبقوا قادة ومديرين وأصحاب شغل. في علم الإدارة بنعرفها إنها الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المرغوب. يعني ببساطة أي حاجة بتمنعك من الوصول لهدفك أو بتحطك في موقف محتاج تتصرف فيه. علم النفس المعرفي بيأكد إن العقل البشري بطبيعته جاهز لحل المشكلات، لكنه محتاج تدريب عشان يوصل لأعلى كفاءة. إزاي عقلنا بيفكر؟ العالم النفسي دانيال كانيمان قسم التفكير البشري لنظامين: نظام سريع غريزي بيخلينا ناخد قرارات في ثواني لكن قابل للأخطاء وبطيء قدام الأسئلة الصعبة، وفي نظام بطيء منطقي تحليلي بياخد مجهود لكنه مجهد للدماغ. المشكلة إن معظمنا بيميل يستخدم النظام الأول حتى في مواقف تحتاج للتفكير العميق، وده اللي بيخلي الإنسان ساعات يكرر نفس الغلط لأنه استعجل الحل. المهارة في حل المشكلات مش إنك تلاقي الحل، لكن تعرف إمتى تستخدم عقلك الغريزي وإمتى تشغل عقلك التحليلي. الحياة كلها تحديات، اللي يفرق هو رد فعلك. تفضل تشتكي وتعمل ضحية وتلوم الظروف، ولا هتبدأ تدور على حل وتشتغل عليه؟ اللي يقدر يحل مشكلات وصل لأهم مفتاح لأبواب النجاح. لو بصينا حوالينا هنلاقي إن كل شغل، كل علاقة، كل مؤسسة قايمة على التعامل مع مشكلة. الشركات العملاقة زي جوجل وتسلا بدأت بفكرة لحل مشكلة. القادة بيقاس نجاحهم بقدرتهم على اتخاذ قرارات وسط الأزمات. وحتى على المستوى الشخصي، قدرتك على تجاوز مشكلة صحية أو مالية أو اجتماعية بتحدد شكل حياتك. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي صنف حل المشكلات من أهم 5 مهارات للمستقبل. 75% من أصحاب الأعمال بيشوفوا إن أهم حاجة في أي موظف جديد مش الشهادة بس، لكن قدرته في حل المشاكل. و60% من الموظفين بيعترفوا إن هم مش جاهزين يتعاملوا مع مواقف غير متوقعة. وفي التعليم 70% من الطلاب اللي اتعلموا استراتيجيات حل المشكلات تفوقوا أكاديميا على زملائهم. قبل ما تواجه أي مشكلة لازم تفهم إن في عدو داخلي. عقلك مش دايما في صفك، بتدور على المعلومات اللي تثبت فكرتك وتسمع بس اللي يوافقك وتطنش الباقي. الخوف من الفشل بيخليك ما تاخدش أي قرار. الانفعال العاطفي، الغضب، القلق، التوتر، أو حتى الحماس الزايد ممكن يضيع أي حل منطقي ويعميك عن الحقائق. الضغط الاجتماعي بيخليك تعمل زي ما الأغلبية بتقول حتى لو غلط. الحقيقة إنك قبل ما تحل المشكلة لازم يكون عندك وعي ذاتي عالي. قبل ما تحل المشكلة لازم تحل مشاعرك تجاه المشكلة. الشخص اللي بيعرف يحل المشكلات لازم يكون عنده شوية مهارات: ذكاء معرفي، تفكير نقدي، تفكير إبداعي، ذكاء عاطفي، مرونة نفسية، ذكاء اجتماعي. علم النفس المعرفي بيأكد ان العقل البشري بطبيعته جاهز لحل المشكلات، لكن اللي بيفرق شخص عن شخص هو العقلية. اللي بيستسلم لأول إحباط، اللي هو العقلية الثابتة، بيشوف المشكلة كجدار نهاية الطريق. ليه أنا؟ الظروف صعبة. واللي بيكمل لحد ما يوصل، دي عقلية النمو، بيشوف المشكلة درجة على السلم. ازاي اتعلم من ده واطلع اقوى؟ تعمل ايه عشان تحل المشكلات؟ حدد المشكلة صح. كتير مننا بيضيع وقت في حل الأعراض مش المشكلة نفسها. في علم الإدارة بيستخدموا حاجة اسمها الفايف وايز، اللي هي الروت كوز اناليسيس. انك تسال ليه 5 مرات لحد ما توصل لجذر المشكله. مثلا المبيعات قليله، ليه؟ عشان الاعلان ضعيف. ليه؟ علشان الرساله مش واضحه. ليه؟ عشان مفيش دراسه عميل. ليه؟ عشان مفيش فريق ابحاث. ليه؟ عشان الاداره ما خصصتش ميزانيه. هنا عرفت ان المشكله مش البياع، المشكله في الاداره. لو عرفت اصل المشكله انت حليت نصها. وبعد كده جمع معلومات وبيانات، اسال، اسمع، جمع فاكس. مفيش قرار صح من غير بيانات. ثم ولد بدايل، فكر في اكتر من حل. العقل البشري ساعات بيحب الحل السريع الاول اللي يجي في دماغه، وده فخ. الاذكى انك تكتب 3 أو 4 حلول مختلفه. هنا بيبان الابداع حتى لو في افكار مجنونه. بعد كده تقييم الحلول، ايه تكلفه كل حل، ايه المخاطر، ايه النتائج، وبعدين اتخاذ القرار وتنفيذه. المعرفه من غير فعل صفر. اخر حاجه تقييم النتيجة. الخطوة دي بتبني خبرتك وبتخليك أحسن في المرات الجاية. أهم حاجة ما تقعدش تفكر كتير وتخاف تجرب. جرب وشوف النتيجة، ولو ما نفعش عدل. حل المشكلات مش سحر، ده علم. خليني أقول لك شوية نصايح. كتير من الشباب بيشوف المشكلة أكبر من حجمها، لكن لما بنقف شوية
ونرسمها على ورق نكتشف اللي كان في دماغنا 90% تخيلات و10% واقع. استخدم السوات اناليسيس اللي هو نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة. اكتب المشكلة، لما تكتبها كأنك طلعتها من دماغك وشفتها من بره. افصل العاطفة عن التحليل، مشاعرك مش دايما صح. ابني شبكة علاقات متنوعة، ساعات الحل بيجي من شخص بعيد تماما عن مجالك. درب نفسك يوميا، كل موقف صغير في حياتك فرصة تدريب على حل المشكلات الكبيرة. اسأل نفسك، هو انا بعالج العرض ولا السبب؟ ايه اللي في ايدي اغيره دلوقتي؟ ركز دايما على الجزء اللي تحت سيطرتك مش اللي بره ارادتك. اسمع من اكتر من طرف، خليك واسع الافق. احيانا الحل بيكون في مجال مختلف تماما. الحل مش لازم يكون كامل من البداية. جرب بنسخة صغيرة وعدل. اقرا من مصادر مختلفة وحلل. جزأ المشكلة الكبيرة لمشاكل صغيرة. مشكلات مش هتنتهي، بس اللي هيفرق هو انت ازاي بتشوفها. حاجة توقفك ولا فرصة تكبرك؟ حل المشكلات مش مجرد مهارة، ده طريقة تفكير، ده فن، علم، حالة نفسية واسلوب حياة. الفرق في عقليتك وادواتك. القائد الحقيقي بيحول المشكله لفرصه ويتعامل معاها بذكاء. مشكله مش بتيجي توقفك، دي رساله بتقولك في حاجه محتاجه تتغير فيك او في طريقتك في افكارك. مشكله فرصه عايزه عين مدربه وقلب قوي. لو اتعلمت تواجهها عمرك ما هتخاف، هتبقى نسخه اقوى من نفسك، لانك ببساطه هتكون مستعد انك تواجه وتتعلم وتنتصر. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج عن مهارات حل المشكلات.